ليه الطفل اول ما نبدا له الاكل مع الرضاعه يخرجه بلسانه لبره؟ ما تقلقيش، ده مش معناه ان هو رافض الاكل اللي انت عملتيه، ولكن ده طبيعي على حسب عمره. فتعال اقول لك على 4 علامات لو موجودين معناها ان الطفل عنده استعداد ان احنا نبدا الاكل مع الرضاعه. اول علامه ان هو يبطل يطلع لسانه لبره. فاول 4 شهور اي حاجه تلمس لسانه على طول يخرج لسانه لبره، وده مهم في المرحله ديت لحاجتين. الحاجه الاولى ان هو يمسك على صدرك اثناء الرضاعه كويس فيرضع كويس. الحاجه الثانيه المهمه، لا قدر الله لو اي حاجه دخلت على الفم يخرجها لبره فما يحصلوش اختناق. العلامه الثانيه ان هو يثبت رقبته وراسه، وده بيحصل عند 3 ل 5 شهور من العمر. فما ينفعش يكون بتاكليه وراسه تميل على الجنب. العلامه الثالثه المهمه ان هو يقعد ثابت بمسانده بسيطه، فيقعد ثابت فيكون جسمه ثابت ورقبته وراسه ثابتين. اخر علامه مهمه، تيجي الام تقول انا صعبان عليا الطفل، شايفنا بناكل وبيحرك شفايفه عايز ياكل معانا، شايفنا بناكل وعايز يمد ايديه عشان يوصل للاكل، شايفنا بناكل وقرب له الاكل يحرك بقه عايز ياكل. فدول 4 علامات لو اتحققوا معناها ان هو عنده استعداد ان احنا ندخل الاكل مع الرضاعه. اكتبي لي في التعليقات ابنك حقق كام علامه من العلامات ال4، ويا ترى بدات اكل لابنك ولا لسه؟ هتسالي طب لو ال4 علامات موجودين ابدا ااكل ابني ولا لا؟ فلو ابنك بيرضع طبيعي ووزنه مع عمره كويس ابدأي الأكل مع بداية الشهر السادس. عايزة وزنه يزيد، الأكل مش لزيادة الوزن، الأكل علشان نضده بالفيتامينات والعناصر المهمة لجسمه. فالعمر ده محتاج حديد، بنبدأ له حديد من الشهر الرابع لو هو مولود في التاسع، أو من الشهر الأول من عمره لو هو مولود قبل التاسع. أما لو ابنك بيرضع صناعي ووزنه أقل من الطبيعي، في الحالة دي أقول لك من بعد الشهر الرابع ابدأي تدخلي له الأكل مع الرضاعة. فهتبدأي إزاي؟ وهتبدأي بإيه؟ وإيه اللي ممنوع قبل سن سنة؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، فتابعونا. دمتم في أمان الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.